عايز اصلي عايز اصلي. بص الراجل ليا وقال لي عايز ايه؟ عايز تبني كنيسة ليه؟ عارف لما هتبني كنيسة ايه هيكون؟ ولا تفكر يوم تبنيها يا مجنون؟ نار هتقيد في القطر المصري، والهوجة راح تحصل دغري. واللي يقول الحق اجري قبل ما يبني كنيسة جديدة، واللي يقول ارجع دغري قبل ما اخد فيك تأبيدة. كأن كنيستي شر يا ناس، ولا كأن الفكرة خسيسة؟ هو خلاص ما فيش احساس؟ ليه ما اقدرش ابني لي كنيسة؟ قالوا القبطي اخ عزيز، لكن يبني كنيسة لا، حطوا الشروط كلها تعجيز. يبني كنيسة غريبة حقا. وإن حققنا مرة شروطكم عشان نبنيها تقولوا استنوا أو نحرقكم وانتم فيها، والولاعة لعبة في ايدكم، لكن برضو مش هتفيدكم ولا بنخافش من تهديدكم. مهما عملتوا صوتنا هيعلى يوم الحد، صوتنا هيعلى ولا بنخافش يوم من حد. ده احنا هنبني وغيرنا يهد. ومهما يصيبنا ديننا عاجبنا، وهو نصيبنا وهو حبيبنا. هصون انجيلنا وعلم جيلنا، وكل شبابنا مجد صليبنا. واسلم رايتي لابني وبنتي، رايتي العالية وهيعلوها وراح يفدوها، دي هي الغالية. ومهما نلاقي غيرنا يهد هنفضل نبني، أنا وإخواتي وعم وجد وبنتي وابني. ومهما نلاقي الدنيا تضلم هنقيد شمعة ومش هنسلم. وأحب جيراني وسامح تاني، ومهما عادوني في أي مكان هقدر أصلي. أنا وإخواتي في كل زمان هفضل أصلي، وهنصلي لهم هم كمان عشان دول أهلي. هنصلي لكم انتوا كمان، ده انتم أهلي. نصلي 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 تملي. لسه الفرصة عشان تختاروا، الغوا شروطكم، ده النور باين، ليه تحتاروا؟ ده احنا اخواتكم. ليه تعكسونا لما نصلي؟ ايه هيفيدكم؟ ده احنا كمان لما نصلي بنصلي لكم علشان رب القدرة ينور تاني قلوبكم. ده هو شعورنا، وديننا أمرنا بمحبتكم، دي هي أوامره. قولوا لنا إيه هي أوامر دينكم؟ اوعوا تقولوا إن أوامره الظلم وأكل حقوق الناس. إيه حكايتكم؟ إيه حكايتكم؟ ده الدين عمره ما يرضى حقوق الناس تنداس. واللي في راسه مخ يفكر، واللي يفكر مخه ينور. ادي شعوركم وعرفناه كده يا اخواتنا. ده احنا شعورنا بيناه بمحبتنا، لكن برضه مش هنفرط في حقوق ديننا. هنبيع روحنا ولا نتنازل عن كنايسنا. عايز اصلي عايز اصلي. سكت الراجل لحظة وقال لي انت بطلبك ده هتخلي فتنة كبيرة تحصل بينا. تبني كنيسة ولا تعلي؟ ده انت هتبقى ما انتش منا. ده انت لابد تكون ترللي مجنون عايز تخرب بيتنا. عارف تطلب تبني ايه علشان تاخد ليه ترخيص؟ اطلب ملهى او كباريه غالي وطلبك يا ابني رخيص. لكن تبني كنيسة
لكن تطلب تبني كنيسة؟ أعوذ بالله من طلباتك. هي مأمرة ولا دسيسة علشان تعلن كده رغباتك؟ وإن كترت هتبقى فريسة وتدفع تمن العند حياتك. عايز أصلي عايز أصلي. هز الراجل راسه وقال لي انت بطلبك ده بتهدد معنى الوحدة، واديني بطلبك انك تهمد يا ابني وتهدى. معنى الوحدة انك تسكت مهما هتاخد من ضربات. هيحبوك ولا حد هيشمت ويقولوا دمك شربات. لا لا يا ناس، انا مش هسكت، انا هتكلم مهما هيجرى. انا مش هقدر تاني افوت بعد حياتي ما صبحت مرة. ياما مرت بيا سنين 1000 واكتر ظلم وكبت، متعذب مقهور وحزين، معرفتش فيهم غير صمت. كنت في جرة وبقيت بره، انا هتكلم مهما هيجرى. وبتسألني اتكلم ليه؟ شوف الظلم بيعمل ايه. عايز اصلي عايز اصلي. شخط الراجل فيا وقال لي اوعى تزعق يوم او تشكي، او هنقص يا كلب لسانك. لما ننكل بيك راح تبكي يومها وتعرف تاني مكانك. قلت يا ظالم مش راح تقدر، علشان ربي اللي بينصر. ده انا هتكلم واصرخ واحكي وانت المولى يهد كيانك. عايز اصلي عايز اصلي. هب الراجل فيا وقال لي تعبت معاك امشي هناك. وان جيت تاني تطلب حق مش راح اقول لك او لا، هتروح تاني خلف الشمس ونكررها حكاية امس، وتدوق اللي داقوه اجدادك علشان تعرف مين اسيادك. قلت له اسمع شوف يا بتاع، الدين يجي بالاقناع وانتوا رعاع. ضاع الحق معاكم ضاع، وانا انسان انا ليا حقوق، وحقوقي بتساوي حياة. واللي يخلي الوضع يروق هو العدل والمساواة. فين هي حقوق الانسان لما نلاقي الناس تنهان؟ ان يوم قالت عايزة اصلي عايزة اصلي في اي مكان. حقي يا عالم، وانا ما كفرتش لما طلبته وقلت ادوني. ده انت الكافر ان ما عرفتش حقي يا ظالم واديتهوني. مش راح اخاف يوم من ارهاب، ولا راح اسكت عن ترديدها. حتى ان عملوا لحم كباب في النار هصرخ، في اللي ايدها برضه هصلي برضه هصلي برضه هصلي.